قلت له بقى افتح بقى ام الرشراش بقى، اسكت، لا خليك ساكت يا ولا خليك ساكت. قال لك شفت، فاكر المتحدث العسكري وهو بيفتي في المحاضره اللي بيديها الاعلاميه بعد ما بقى اعلامي، متحدث عسكري بقى اعلامي، ورئيس قناه طبعا وكده بقى. المهم قال له انت ازاي تتخيل ان العسكر اللي هم اكل عيشهم يفرطوا في حبه رمل واحد؟ لا يا راجل، لا يا راجل. تمام تمام تمام. ام رشرش بلسان مبارك، ام رشرش بلسان مبارك، وام الرشراش بلسان رئيس حرس الحدود. وقوموا بوسوا بعض. يا فرحتك يا مصر باولادك العسكر الرجال، لولاهم كانت مصر ضاعت، لولاهم كانت مصر ضاعت. نرجع للمشهد التعريضي بامتياز في مصر. نايبه في البرلمان طلعت قالت الرخيص ده ملاك. طيب أستاذة جهاد، شفتي ازاي الرسائل اللي طبعا وبعض الكلمات اللي قالها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار المؤتمر ككل؟ لا انا بقول لك، انا قاعده انا بتعلم، يعني احنا كلنا تلاميذ صغيرين قدام هذه الكلمات التي نابعه من شخص فعلا. يعني مثلا كلنا لازم ننحني للمراه، ده مش كلام عادي، كلام بني ادم فهم يا فرح. انسان لم يتكرر بمعنى اذا باكج كده على بعض، والله بجد يعني لمسه انه حتى في نهايه المنتدى ما قدرش ينسى ايد كانت ساهمت ولو بجزء من المنتدى العظيم ده، وكرم مامته. كنت حاسه بانكسار مامته والمها الرهيب ان هي طبعا كانت تتمنى يكون ابنها موجود، لكن عايزه اقول لك الدعم ووقوف القاعه كلها ليها واحتضان ريس زي ده ليها وطبطبته عليها. انا اظن ده ملاك في شكل انسان ربنا بعته يطبطب على القلب الام الموجوع ده. روح يا شيخه وما ترجعيش تاني، روح يا شيخه وما ترجعيش. قلت لها احنا قاعدين نتعلم حقيقه كل الحاجات دي وبتاع وكذا وكذا. بص حضرتك، عندما لا ياتي بيك شعب تبقى ماسح جوخ وخدام احزاب، تيجي كده صنيعه مخابرات، فبص تعمل اي حاجه، انت مالكش اي قاعده شعبيه. اللي بيديك كرامه ويديك قوه ويديك عزه نفس ويديك حاجه انك تبقى مرتكن لجماهير. فجماهير دي طلعت بتحب بقى ابن الباشا. اللقطه الشهيره بتاعت خالد حقيقه في اخر لقطه من برنامج باسم يوسف. حقيقه باسم برضو على فكره طلع قال لك للمره الرابعه ولا حاجه، كل شويه 3 4 اشهر يطلعوا يقولوا لي تعالى اعمل برنامجك من مصر. سبحان الله، ما اعرفش سمعت الجمل دي فين. تعالى اعمل برنامجك في مصر بس بشروط، وهننتجوا لك في مصر. العسكر بيقول له، فباسم رد في حوار امريكي كده وقال لفظ مش هينفع يتقال ردا على هذا العرض، يعني ممكن تبقوا تعرفوه مع نفسيكم لان احنا ما نقدرش نقول الكلام العيب ده. المهم، رغم ان الرخيص ملاك، بس اللي